السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة أكلات مريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو بصحيح تكون مزيان وعلى خير يا رب. وصفتنا لليوم غادي نشارك معكم الطبيلة اليوم الثاني ان شاء الله يا ربي. نشارك معكم من المالح حتى الحلو والعصير. نتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بابوني ولايك، ونبداو على بركة الله. غنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض و100 غرام ديال الفينو. الا كانوا عدد الاشخاص كثارين غادي تضاعفي الكميه. تبارك الله انا هذا عطاتني 7 ديال الخبيزات هاد الكميه هادي، وعطاتني 5 ديال الشياع. غادي نخلط الدقيق مع بعضياتو، وغادي نضيف ملعقه صغيره تكون ممتلئه ديال الخميره ديال الخبز، 2 معالق ديال الحليب المجفف. اللي ما عندوش غادي يعوضو بالحليب، غتعوضيه بكاس ديال الحليب يكون دافي. ملعقه صغيره ديال العسل، ضروري انا كنستعمل العسل باش غادي يعطيني داك اللون الذهبي. هاد الخبيزات غادي نعملهم حتى في الفرن، ونضيف الماء يكون سخون. صافي غادي نعمل الماء في الوسط، وغادي نخليه على من الماء واحد 2 دقائق هكاك على ما طلعت لي ديك الخميره شويه. ونضيف واحد الملعقه كبيره ديال الزيت النباتيه، ونبدا نعجن. الماء تقريبا نحتاج ليا 2 كيسان ديال الماء. صافي نبدا نعجن العجينه. انا في الاول غادي نطلقها، في الاول ما غاديش تحتاج لي دليك بزاف، غادي نطلقها من الاول. ضروري العجينه تكون تتلصق باش غادي ينجحوا لنا دوك الخبيزات يجيو خاويين من الداخل، وحتى الشيار يجينا مقاد. صافي انا جمعتها واحد شويه، وغادي نضيف واحد الملعقه صغيره كتبقى على حساب الذوق، نضيف لها شويه ديال الماء، وغادي نجمع العجينه. انا كنعجنها هنا غير بواحد اليد، غادي نبقى نديها ونجيبها. راه كما لاحظتوا راه العجينه كما قلت لكم في الاول تكون مطلوقه. صافي غادي نزيد لها شويه هنا الماء، مازال خاصها نزيد لها شويه وندلكها بيدي. في الدليك غادي ما غاديش تاخذ لي الوقت بزاف، واحد دقيقه حتى ل2 دقائق. هي العجينه من الاول خاصها تكون مرخوفه. صافي هنا راه كتلصق لي في يدي، نحاول نجمعها نديها هكا. راه كنوريكم، ما بغيتش نقطع الفيديو باش خصكم ضروري تشوفوا العجينه كي غادي تجي. صافي هنا من بعد واحد دقيقه دلكتها هيداك، غادي نخليها نجمعها ونخليها واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، ونعاود نرجع لها باش نجمعها. هنا احتاجيت الدجاج قطعته على هذا الشكل شرائح، ضروري خصكم تقطعوه بهذا الشكل هذا. الكميه كتبقى على حساب الا كانوا عدد الاشخاص كما كنقول غادي تقوي الكميه. كانوا قلالين انا تقريبا هذه عطاتني 7 ديال الخبيزات. نضيف له معلقه كبيره ديال الياغورت طبيعي، وملعقه كبيره ديال صلصه الصوجه كتبقى اختياريه، الا ما عندكش ما تعمليهاش. وملعقه صغيره تكون ممتلئه ديال العطريه ديال الشاورما. ما عندكش العطريه ديال الشاورما غادي تعملي العطريه كامله، غير الكمون ما تعمليش. تعملي راس المعلقه ديال القرفه، راس المعلقه ديال السكنجبير، راس المعلقه ديال الابزار. اي غير الكمون اللي ما تعمليش، راس المعلقه ديال الخرقوم وراس المعلقه ديال الفلفله حمراء. صافي هنا غادي نبدا نحرك داك الدجاج كامل مع ديك الخليط ديال العطريه ديال الشاورما والياغورت الطبيعي. ولا ما عندكش الياغورت الطبيعي غادي تعوضيه بملعقه صغيره ديال الخل. صافي هنا غادي نحركو مزيان حتى يتجانس داك الخليط ديال العطريه اللي عملت، ونخليه على جنب. هنا ضروري هاد المرحله هذه باش غادي يتشرب. نرجع العجينه من بعد ما طلقات واحد 2 دقائق هكاك، وغادي نعمل شويه ديال الماء في يدي باش ما تلصقليش العجينه. انا هنا كنعمل الماء، بغيتي تعملي الزيت اعمليه. انا هنا نعمل غير شويه ديال الماء، وغادي نبدا نجمعها بهذا الشكل هذا. راه كما لاحظتوا راه العجينه طلقات راسها بحال مدلوكه. صافي نجمعها بهذا الشكل هذا، غادي نغطيها ونخليها على من ما اختمرت واحد نصف ساعه هكاك على من ما اختمرت. كنتي مزروبه غادي تضاعفي الكميه ديال الخميره ديال الخبز. انا هنا خليتها خمرات على خاطرها ساعه، لقيت العجينه خمرات، غطيتها بالبلاطو وخليتها تخمر على من ما كملت المسائل الاخرى.
ندوز باش غادي نحضر البسبوسه. احتاجيت قشور ديال الحامض، السكر 3 المعالق يكونوا ممتلئين ديال السكر، والسكر تيبقى على حساب الذوق. بغيتيها تجيك حلوه غادي تعملي كاس ديال السكر. هنا انا 3 المعالق كافيين ديال السكر. غادي نحك مزيان دوك القشور مع السكر 6 حبيبات باش غادي يخرج ديك النكهه ديالو. الا كيعجبك الذوق ديال البرتقال في البسبوسه، ما كيعجبكش غادي تعوضيه بالفاني. صافي هنا من بعد ما حكيتو غادي نضيف بيضه واحده تكون بحراره المطبخ، اي حجم عندك في البيت، ماشي بالضروره تكون حجم كبير او صغير على حساب البيض اللي متوفر. وغادي نحرك مزيان ما بين داك السكر وقشور ديال البرتقال. هاد البسبوسه ديال البرتقال كتجي غزاله، ومع دابا نيت حتى الليمون موجود كتكون زوينه. كاس هنا عملت كاس غير ممتلئ ديال البرتقال، ونصف كاس ديال الزيت النباتيه، وكاس غير ممتلئ ديال اللبن. انا كنستعمل هنا اللبن. ما كانش متوفر اللبن غادي تعوضيه بالحليب، ولا ما كانش حتى الحليب متعوض غادي تعملي 2 كيسان ديال البرتقال. ولا كان الياغورت غادي تعملي كاس ديال البرتقال مع واحد الياغورت، اي نكهه كتفضلي. والاضافه اللي كنضيف انا وكتعجبني بزاف في البسبوسه ملعقه صغيره ديال الكوك. صافينا من بعد ما حركتها انا ضفت كلشي في دقه، غير البيض اللي حركته في الاول. غادي نضيف الخميره ديال الحلويات من فئه 8 الغرام، و150 غرام ديال السميده مخلطه ما بين السميده الصفراء والبيضه. معظم الناس يمكن ما كيعرفوش ديك السميده البيضاء، حتى هي زوينه ورخيصه في الثمن. كتعمل ليا على حساب كل واحد كل منطقه شنو كيعمل لها. انا كنجيب كيلو ديال السميده البيضاء مع كيلو ديال السميده الصفراء وكنخلطهم. صافي هذا هو القوام ديالها، ضروري خصها تكون مطلوقه هكا. غادي نخليها واحد دقيقه هكاك على من ما رديت الفرن يسخن ودهنت اللاطه. انا عملت اللاطه على شكل طولي، بغيتي تعمليها دائريه على حساب اللي بغيتي. صافي هنا اللاطه دهنتها شويه بالزبده ورشيت عليها الدقيق، وغادي نوضع فيها الخليط ديال البسبوسه ديالنا، نحاول نقاد لها الوجه صافي وندخلها للفرن. الفرن غادي تاخذ لي 21 دقيقه، النار تكون ناقصه 20 دقيقه تلقاو البسبوسه طابت. وغادي ندوز نحضر السيرو باش غادي نسقيها. 2 كيسان ممتلئين ديال عصير ديال البرتقال. عملت عصير ديال البرتقال كاس، وكاس ديال الماء ديال عفوا كاس ديال الماء. هي 2 كيسان و2 معالق ديال السكر. غادي نردهم حتى يطبخوا، غير غادي نخرجها من الفرن تكون سخونه. هو السيرو ضروري خصو يكون بارد وهي سخونه. حيدتها من اللاطه، ضروري حيدوها من اللاطه عاد تسقيوها. راه حيدتها هنا من اللاطه وهي مازال سخونه، وعاد غادي نسقيها بداك السيرو مزيان كما قلت لكم، باش منين كتسقيوها في اللاطه بحال كتزيد تلصق في اللاطه. هي من الافضل حيدوها من اللاطه وعملوها في التبصيل ديال التقديم اللي يكون سخون، وعاد بداو سقيوها. السيرو ضروري يكون بارد وهي تكون سخونه. هنا انا راه كنسقيها مزيان، ضروري كتعجبني ديك البسبوسه تكون مسقيه تجي شاربه. انا راه واخا كما لاحظتوا راه السيرو في الجوانب شويه وغادي تشربوا حيت السميده كتشرب. انا راه قربت لكم التليفون باش غادي تشوفوا راه كتجي ملي كتبدا تشرب كتجي هشيشه وكتجي رائعه. صافي هذا هو الشكل ديالها. غادي نخليها وندوز من بعد ما خمرات العجينه. غادي ندوز نحضر خبيزات، نستعن شويه بالزيت النباتيه ونبدا نقطع في العجينه. راه العجينه ضروري تستعنوا، راه كتكون تتلصق، ضروري خص العجينه تكون تتلصق في اليد باش غادي ينجحوا لنا دوك خبيزات. انا غادي نعمل الكميه، انا عملت 7 وكتبقى على حساب الكميه اللي بغيتي. يكونوا صغيورين باش غادي يجيو في العماره يجيو زوينين. نحاول هنا نبقى نقطعها، وهنا كنوريكم راه العجينه بحال مدلوكه كتجي مبوقه بزاف. غير العجينه راه طلقتيها من الاول وديتيها وجبتيها وخليتيها ترتاح وعاودتيها راه كتجيك العجينه طالقه راسها. انا كنوريكم تنقرب لكم التليفون. وضروري غادي تعملوها في الدقيق الابيض، غادي دوزوا دوك خبيزات في الدقيق ديال الفورس. دابا هنا نبدا نشكل الكويرات، وغادي نعقل على الاولى اللي شكلت، وهاد الكميه اللي بقات لي غادي نحتفظ بها باش غادي نعمل بها الشير. ديك الاولى اللي عملت هي اللي غادي نطرقها. ضروري في التطريق غادي يكون الحجم ديالهم ما يكونش غليظ، يكونوا متوسطين.
باش انا ما بغيتهمش يجيو فيهم البابا بزاف ويجيوني خاويين. هذا هو الشكل ديالهم، ضروري خصهم يكون ما يكونوش غلاط. صافي نطرقهم بهذا الشكل هذا، نبقى نستعن شويه بالدقيق، حيت راه العجينه لما عملتي لهاش الدقيق من التحت راه مازال كتلصق، واخا شكلتها في الفرز ومازال كتلصق. ضروري خصهم طرقوهم، هادشي اللي كنستعليهم، ضروري طرقهم باش ما يجيوناش الخبيزات دايرين ما يجيوناش غلاطين. انا طرقتهم مزيان وغادي نخليهم 5 ديال الدقائق، ما غاديش نخليهم المره الثانيه يخمروا، 5 ديال الدقائق فقط، وغادي نعملهم في الفران. ندوز مباشره غادي نحضر الحشوه. هنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف داك الدجاج اللي فيه داك لاصوص، وغادي نزيد هنا البصله، غادي ندوزها في ديك لاصوص اللي بقات ليا حتى حاجه ما تضيع، ندوزها حتى هي تشرب ديك لاصوص. بغيتي في هذه المرحله تزيدي اي نوع ديال الفلفله زيديه، انا هنا فضلت غير الصدر ديال الدجاج والبصله، وغادي نخلي داك الشيء يتشحر. هنا راه خبيزات راني رديتهم راه كيطيبوا في الفرن، ضروري خصكم قلت لكم 5 ديال الدقائق، حسبوا لهم 5 ديال الدقائق، ما تفوتوهمش في الخبيزات، حيت انا خصني تنفخوا في الفران بحال تيجيو بحال البطبوط، واخا في الفرن كيجيو بحال البطبوط، ضروري خصهم يجيو خاويين من الداخل. حنا نبدا نشحر مزيان داك الدجاج، النار تكون متوسطه، غادي نبدا نقاد ونغطيهم ونخلي الدجاج يتشحر واحد 2 دقائق هكاك. ضروري غادي تغطيوه واحد غطايه هيدا، وخليو الدجاج يتشحر، النار تكون متوسطه باش كيشرب ديك التشرموله، وحتى البصله كتهبط وكيجي باش يجينا لذيذ. هنا من بعد 2 دقائق هكا حليت عليه لقيتو كيتشحر، مره اخرى رديته عاوتاني، وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب لنا الدجاج. راه كيجي زوين، الريحه ملي كتشمي الريحه راه كتعرفي الحاجه واش زوينه ولا ما زويناش. صافي غادي نطفي عليه، هذا هو الحشوه ديالنا، وغادي ندوز نحضر الخبز. انا الخبز من بعد ما خرجته من الفران كما لاحظتوا هذا هو الشكل ديالو. عندي انا الفرن ديال البوطاغاز باش غادي تشوفوا كي تيجي، ضروري خصو يجي هكا، راه كيجي بحال عامله البطبوط من التحت، كيجي فيه شويه ديال البابا، ومن الفوق كيجي خاوي. غادي نعمل الخص. هنا الحشوه راه عندي سخونه، ضروري غادي تعملوا الحشوه سخونه باش غادي تقدموه ملي يكون سخون. وغادي نضيف طريفات ديال صدر الدجاج، ونضيف الكيسو. بغيتي تعملي حتى مطيشه دويورات هيدا ملي بغيتي تقدمي بحال بوكاديو او ساندويتش. غادي نضيف لاصوص على حساب اي لاصوص المذاق ديالك كيعجبك. الا ما عندكش غادي تعملي لاصوص المايونيز، الا كتبغي تفضلي غير المذاق ديال المايونيز، اي صوص كتبغي. صافي هذه هي الشكل ديال الاولى، نحاول نقادها. انا عملت الخص والصدر اللي شحرت مع البصيله والكيسو. صافي انا غادي نستمر حتى نسالي الكميه كامله وندوز باش غادي نعمل الشيار خليته هو التالي باش يتقدم حتى هو سخون. انا نستعمل حتى هو شويه ديال الزيت، بقى ندير يدي، ولكن ما لاحظتوا راه العجينه كتلصق، ضروري خصكم تستعنوا بالزيت النباتيه. ونبدا نشكل في الشيار ديالنا. هو اللي غادي نوصي عليه خبيزات ضروري ما تخليوهمش يخمروا مره اخرى، 5 دقائق، حسبوا 5 ديال الدقائق وردوهم في الفرن، راه ما تقبوهم حتى حاجه، غادي تردوهم هكاك وتخليهم يطيبوا غير في الفوق، غادي ياخذوا لنا 15 دقيقه هكا. انا مباشره غادي ندوز من بعد ما شكلت الشيار ديالنا، غادي ندوز بقى نطيب فيه، نحاول نقادو. انا راه العجينه هذيك الاولى هي اللي شكلت، هي باش غادي نبدا نحاول نطرقها. الشيار حاولوا تطرقوه شويه حيت يتنفخ في المقله. بالنسبه لا بغيتيه يجيك منفوخ شويه غادي تخلي الحجم يكون غليظ، انا كنفضلو يجي لي رقيق. المقله تكون ضروري سخونه، راه ضروري باش كينجح معك الشيار، المقله ضروري تكون سخونه. وغادي نوضعها، انا عملت ضروري ورق الزبده باش يجيني داك الشيء مقاد، ورش شويه ديال الزيت الفوق ديالها. خليت الشياره كطيب وندوز باش غادي نطرق الثانيه في الكاغيط ونخليها، وانا راده البال في بوشيار الاخرى. هذه الطريقه كنعملها انا بزاف، كنخلي وحده كطيب وحده مطرقه في سطح العمل هكاك،
وانا راده البال مع الشياره اللي في المقله. صافي من بعد ما طرقتها غادي ندوز نقلب الاخرى. من بعد ما شفتها بدات تنفخ من الفوق وعاد غادي نقلبها. ملي كتبدا يطلعوا دوك البويقات ديال الشيار راه كتبدا طيب. وهنا نبدا نحركها غير شويه في الجو، ما كنبركش عليها، كنحركها باش تحمر لي من جميع الجوانب. كنحرك غير بحال هذا الشكل كما كتلاحظوا، غير في الجوانب باش تجيني محمره من الجوانب حتى هي. وهذا الشيار كل واحد كاين اللي كيعجبو كاين اللي ما كيعجبوش، الاذواق تختلف. صافي هنا من بعد ما درت حركتها مزيان، النار تكون متوسطه، راه طابت لي من الفوق وطابت من التحت. تيجي واحد الشيار كيجي رائع مع داك الحليب المجفف، كيجي زوين. صافي نستمر حتى نسالي الكميه كامله. دوك عملت 5 هيداك نكملهم في الطياب وندوز نحضر العصير هنا راه احتاجيت فيه الفريز مقطع، خيزو سلقته حتى هو عندي مقطع، والبنان وعندي 4 ديال الحبات ديال العصير، 4 ديال الليمونات عصرتهم. وما غادي نضيف السكر ديما كيبقى على حساب الذوق. بغيتي تعمليه في بلاصتو العسل او التمر، كاين اللي ما كيبغي العصير صحي عملي بلاصتو التمر، عملي بلاصتو الزبيب، على حساب اللي بغيتي. هنا كنوضع السكر حبيبات. صافي غادي نطحنو، راه كيجي عصير خاتر وكيجي رائع. انا غادي نطحنو داك خيزو حتى هو كيزيد مذاق رائع. خيزو كيختر العصير. غادي نخويه في الكاس ديالو. هنا كنوريكم كي تيجي، راه كيجي عاقد وكيعطيك كميه كثيره. الا خيزو كيجي زوين في العصائر، كيختر لنا العصائر. صافي هنا غادي ندوز باش غادي نوريكم الطبيله المتواضعه. الصراحه راه جات طبيله زوينه وسهله، ما احتاجتش بزاف عجينه وحده. عملت هيدا خبيزات، كاين اللي كيبغي المالح والحلو وهيدا داك الشيار. بالنسبه للشيار وعملت شلاضه. بالنسبه للشيار كاين اللي كيفضلوا، بالنسبه لي انا حتى انا كيعجبني في الفطور هيدا هو وخبز ديال الشحمه. هادشي اللي كيعجبني في الفطور، شيار وكتسقيه بالزبده. هنا كنوريكم خبيزات كيجاو الصراحه راه جاو رائعين في الشكل. وحتى البسبوسه حتى هي ما احتاجليش شي بزاف. وهذا هو الشيار ديالنا، حتى هو جا رائع ولذيذ صراحه. كيجي كلشي بسيط وزوين. وهنا شلاضه عملتي الباربه وبطاطا. انا ضروري شلاضه كنعملها في رمضان كامل، ما كتخطينيش شلاضه ديال الباربه ومطيشه والبصله. هيداك البصله عملتها والخيار. شلاضه كنفضل انا كشلاضه بزاف في رمضان. وهنا الشيار باش كنسقيه انا بالزبده مذوبه مع العسل باش كيجي زوين. هنا راه كنذوق البنيته ديالي. هي كتعجبها حتى هي الشيار. كنوريكم راه كيجي زوين. هنا راه شاده بواحد اليد وكنصور بواحد اليد. وهذه هي البسبوسه كما لاحظتوا، راه كتجي من الداخل كتجي زوينه وكتجي شاربه داك السيرو. نتمنىكم تجربوهم ان شاء الله. خليت لكم الراحه ومع السلامه.